شعبة مرور محافظة الغاط إحدى شعب المرور التابعة لإدارة مرور منطقة الرياض، حيث تأسست عام 1421 للهجرة، وكانت أعمالها مقتصرة على إصدار وتجديد الرخص حتى عام 1432 للهجرة، حيث دشن محافظ الغاط أعمال السير والحوادث والسلامة المرورية. شعبة مرور محافظة الغاط التي تقوم بتنظيم حركة السير في المحافظة، وكذلك رفع الحوادث، وكذلك القيام بأعمال السلامة المرورية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة للعمل على الحد من الحوادث المرورية. كذلك نقوم برفع الحوادث التي تقع على الطرق السريعة، والتنسيق مع الإدارات العاملة على الطرق بتحديد المواقع التي تكثر فيها الحوادث، مما أدى إلى انخفاض نسبة الحوادث، حيث كانت عام 1434 68 حادث وفاة، انخفضت عام 1438 إلى تقريبا 8 حوادث وفيات. هذا الانخفاض دليل ولله الحمد على أنه نقوم بإجراءات الاحترازية قبل وقوع الحوادث. هذا النجاح نشكر زملائنا العاملين معنا والذين يقومون بالتنسيق معنا جميعا، ومن ذلك مدراء الإدارات في المحافظة، حيث نقوم بالتنسيق بشكل يومي عن طريق قسم السلامة في شعبة مرور محافظة الغاط. كذلك نقوم بإعداد الأفراد العاملين في الميدان وإلقاء المحاضرات اليومية قبل الانطلاق إلى الميدان، وحثهم على حسن التعامل مع المخالفين أو مستخدمي الطريق، وإيصال الرسالة للجميع بأن نقوم بفرض النظام لسلامة الجميع. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر محافظ الغاط وكذلك وكيل محافظة الغاط، وكذلك سعادة مدير إدارة مرور منطقة الرياض، وسعادة المشرف على المحافظات على متابعتهم المستمرة لنا وحثهم لنا وعلى بذل الجهد. وكذلك نشكر زملائنا في الإدارات الحكومية في المحافظة على ما يبذلونه معنا من جهد، ونتمنى السلامة للجميع. من مهامنا الأساسية تنظيم حركة السير وإزالة جميع ما يعيقها بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، وكذلك فرض النظام المروري وتطبيقه من خلال انتشار فرق دوريات المرور الرسمية والسرية، وكذلك فرق البحث والتحري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لدور قسم الحوادث بشعبة مرور محافظة الغاط،
يقوم في مباشرة الحوادث التي تقع على الطرقات السريعة والطرقات الفرعية داخل حدود الإدارية من قبل ضابط خفر وتسليم التقارير لقسم الحوادث لإنهاء إجراءاتها. هذا ونسأل الله السلامة للجميع.